ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير ودايما دايما بخير ان شاء الله. لمي صحابك ولمي حبايبك، شغلي فرنك، سخني طاستك، انزلي بمعلقتين سمنه وعليهم شويه باميه وشويه بطاطس. هنشوح الخضار كده، وبعد ما تشوحيهم يلا بينا هنشوف هنعمل الطاجن بتاعنا او الفخاره بتاعتنا ازاي. اسهل طاجن واسهل فخاره واحلى فخاره ممكن تاكليها في الحر ده. لو نفسك ايه خلاص يعني زهقت من الاكل الحاجات السريعه اللي احنا زهقنا منها دي، في نفس الوقت غصب عننا الحر مش مخلينا يعني نعمل اي حاجه. تشويحه كده بسيطه لمده دقيقتين 3 وطفي النار عليه. شايفه اللون؟ شايفه لون الخضار تحفه. في الطاجن ده هنزل بالخضار اللي انا شوحته كده، طبعا انت ممكن تكوني مستغربه باميه مع بطاطس. وهنزل بنص كيلو لحمه، غالبا الطاجن مش هيكفي بس احنا هنخليه يكفي. لحمه انا مقطعاها قطع صغيره عشان تستوي، انا مديها سلقتين بس، يعني عاملاها شوربه بس مش مستويه قوي في الشوربه. بصي انا نقلت الخضار من الطاجن الفخار لان لقيته صغير، حطيته في طاجن بايركس. هنزل عليه بوحدتين طماطم مبشورين، وهنزل بحبة بصل برضو مبشورة، كله اهو. وهنزل معلقة كبيرة من بهارات المشاوي ومعاها معلقة ملح، بهارات مشاوي، مش هنزل بأي توابل تانية. وهنزل بفصين توم كده واقلبهم، احاول اقلبها عشان بس التوابل تروح على كل الخضار. انا بس شوحت الخضار وانا سلقه اللحمه لو عندك لحمه فليتو هتستخدمي في الطاجن لحمه فليتو طبعا ما تسلقيهاش، حطيها في الطاجن على طول، بس قطعيها قطع صغيره زي ما انا مقطعاها ماشي. وهتنزلي بشويه شوربه من شوربه اللحمه، بسم الله، شويه صغيرين عشان بس ايه الطاجن ما يتلسعش في الفرن منك كده. وهتحطيه على درجة حرارة 200 لمدة ساعة وربع او ساعة، يعني من الساعة كده ابدأي شوفيه اللحمة معاكي مستوية، يدوب ناقصة نص سوا حاجة بسيطة، الخضار بس هو اللي هيستوي، والخضار البامية والبطاطس مش هتاخد وقت. ايه رأيكم في الحلة دي؟ جميلة، تنفع في سلق اللحمة. بهزر طبعا. بعد ما حطيتي كل الخضار وكل الحاجات هتنزلي كده بحتة الدهن ده على الوش. انا 3 حتت دهن، الدهن ده انا ما بقلقش منه، بجيبها من الجزار، اللي هو الدهن اللي مش بيسيح، اللي هو مجرد يدي طعامه في الاكل من غير ما يتقل الاكل واحنا مش بناكله، يعني انا مجرد بس بطعم بيه الاكل. وهغطي ده كله بورقه زبده وفويل وهدخله الفرن.
بصي انت لازم تغطيه. انا هغطيه الاول ورق زبده، وهغطيه برده بورق فويل. انا خلاص غطيت الطاجن بتاعي بورق الزبده والفويل، وهتقله برده، هتقل الغطا بتاعه بغطا بايركس كده، وهدخله الفرن على درجه حراره 200. شغال ليه حوالي تلت ساعه واكتر من تلت ساعه. انا هنا خرجتها خلاص اهي، لسه خارجه من الفرن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، تحفه تحفه. ريحتها قلب المطبخ كلها، خفيفه جدا. مفيش صلصه غير حاجه بسيطه. رغم سهولتها الا انها طعمها ياخد القلب. انا هدوق. بسم الله. شايفين الوش بتاعها؟ صراحه تحفه. بسم الله. اللهم بارك. مولعه سخنه قوي طبعا. بصوا شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك. خفيفه قوي، طعمها حلو قوي. بهارات المشويات دي حلوه قوي في الطواجن اللي زي كده. شايفه الجمال ده؟ شايفه اللوحه الفنيه دي؟ وكله ده كوم، والطعم كوم تاني. الطعم حدوته لوحده. طعم ياخدك كده في عالم كله روقان، كله راحة بال. طعم حلو، أكلة حلوة، مليانة بروتينات، وخفيفة جدا، وما خدتش معاكي أي وقت. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب أكون خفيفة على قلبكم النهاردة بأكلتي الجميلة دي. ما تنسيش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد.